ليه المنافس بينجح مع انه مثلا كان بيبيع نفس المنتج اللي انا ببيعه، بس هو نجح وانا ما نجحتش؟ سيبك بقى بلا ميديا باينج بلا ميديا بتاع، المهم كله انك انت تكون بتتوكل على ربنا فعلا، وحاسس فعلا ان ربنا هو اللي يقدر ان هو ينجحك، وهو اللي يقدر ان هو يفشلك، هو اللي يقدر ان هو ياخد منك كل حاجه. فالموضوع ما هو الا توفيق ربنا بحت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اعقلها وتوكل. يعني ايه؟ انت بتحسبها تتوكل على ربنا، ما بتسيبش وراك اي فرصه للندم. اصل لو كنت عملت ما بتسيبش فرصه للمجال ده، انت بتحسبها وبتتوكل على ربنا. لكن الفكره كلها المنافس بينجح ممكن تكون من خلال حاجات انت ما انتش واخد بالك منها. فالحل انك انت تحلل المنافسين بتوعك، تعمل دايما تحليل مستمر. هو ليه بيتطور عني؟ هو ايه اللي عنده مش عندي؟ ايه المميزات اللي هو بيقدر ان هو يتفوق فيها؟ ولازم تكون معترف داخليا انك انت ما انتش افضل شركه بتقدم الحاجه دي في السوق، ما انتش افضل شخص في العالم، في الاحسن منك، في الاشطر منك، في الانجح منك. لكن انا دايما بسمع كلمه غريبه من العملاء اللي بتيجي تقعد معايا، بيقول لي انا اجمد واحد في مجالي، انا حرفيا بعمل تنافسيه في الميزه محدش بيعملها غيري، انا اقل سعر في السوق، انا اعلى جوده في السوق. عارف بيكون الرد بتاعي بسيط جدا، امال انت جاي لي ليه؟ لو انت اعلى قيمه في السوق، ولو انت اقل سعر في السوق، ولو انت الناس كلها ميت عليك اول الدرجات، انت مش هتكون محتاجني، لانك انت ساعتها هتكون وصلت للليفل او للمستوى انك انت بقى عندك التيم التسويقي الخاص بيك، مش رايح تروح لشركه خارجيه. فيا ريت الناس تفهم النقطه دي كويس، ولو الناس فعلا ادت لنفسها فرصه ان هي تتعلم وتتطور هتنجح وهتبقى افضل الناس.